صدقوني من اروع وابن التحليات اللي رايحين نجربوهم. ديروا جامو ابوني وروحوا نشوفوا الوصفه. نحتاجو هنا نص لتر نتاع حليب، نحتاجو معاها 2 ملاعق كبار معمرين مليح نتاع انشا كيما راكم تشوفوا. نحتاج هنايا تاني علبه نتاع فلون بذوق الفراوله. نضيفوا هنايا رايحين نضيفوا 2 ملاعق فقط، والملعقه الاخيره رايحين نخدموها كالصلصه اللي نزينوا بها من فوق. نخلطوا كامل المقادير هادو مع بعضهم ونحطوهم مباشره فوق النار يعقدوا لي. هنا بعد ما عقدت لي نحيوها ونغطيوها بالبابي فيلم ونخليوها تبرد لي مليح. نروح نجيبو كميه من الفراوله نغسلوها مليح ونقصوها الى مربعات صغيره بهذا الشكل، ونضيفوا عليها 2 مغارف كبار نتاع سكر ونخليوها تطلق لنا الماء تاعها. ونروحوا نطلعوا الشونتيي، نجيبوا كاس غربوع نتاع شونتيي مع فنجان نتاع الماء كان لازم يكون بارد. دوك نطلعوهم ونروحوا دركا نجيبوا الكاطو اللي رايحه نستعملوه. انا استعملت هذا النوعيه اللي رخيصه هكذا به كامل تقدروا تخدموا به. هذاك اللي يجي 3 مع بعضه في البابي ترونسبارون. شوفوا هنايا نروحوا نفتوه فقط بيدينا بهذا الشكل لانه نحتاجوه هذاك الكاطو يكون يعني كي من بعد نحتاجوه يجينا الذوق تاعو. نتوما استعملوا اي نوعيه. هنا بعد ما بردت لي الكريمه تاعي جبتو الشونتيي اللي طلعناها ونضيفوا فوقها هذيك الكريمه كامل نضيفوها ونعاودوا نخلطوها تخلطوها يعني بالباتر ولا بالبيترا كيما حبيتوا. نخلطوها مليح حتى تولي لنا كيما لاموس بهذا الشكل. شوفوا هنا راني خلطتها تولي لكم كيما لاموس. هنا بعد ما وجدت لي نروحوا نحطوها في لابوش عفوا، ونجيبوا الكاطو هذاك الفلاس تاعنا بعد ما طلق لي الماء تاعو، ونجيبوا الكؤوس اللي رايحين نخدموا فيهم. هنا شوفوا بعد ما حطيتها في لابوش حطيتها فيها لادوي تاني. نروحوا هنايا نحطوا الكاطو وهو الطبقه الاولى. نزيدوا نحطوا الفراز. هنا مش رايحين نشربوه، هنا هذاك الفراز بالماء تاعو راح يتشربوا الكاطو ويتشمخ لي. نروحوا نزيدوا نحطوا الفراوله ونزيدوا نحطوا هذيك الكريمه تاعي. صدقوني هذه الكريمه تجيكم واحد البنه مش نورمال، جربوها والبنه على ضمانتي. نزيدوا نحطوا طبقه نتاع الفراز ونزيدوا نحطوا طبقه نتاع الكريمه هذيك، وفي الاخير زينت بحبه نتاع فراوله وحطيت الماء نتاع الفراوله اللي كنت حطيته من فوق بهذا الشكل. وهاي التحليه تاعي واجده. خليوها تبرد شويه وهذاك هو يتشمخ لكم الكاطو تاعكم وصحتكم.